ورجيت اسجل بالامن العام ما قبلونا، لحتى يرجعوا الضباط المنشقه وما قدموا شيء لهالثوره. يعني واحد ما له متصخى ايده بالدم شو ذنبه؟ يعني لازم يرجع لمكانه الطبيعي، يعني ان كان بالجيش او ان كان باي مكان مجال باي مؤسسه لازم يشارك ولازم يكون بالطبع لازم يكون موجود. يعني هذا القرار يعني هو صحيح ومتاخر بنفس الوقت. قرار منيح نستفيد من خبرتهم، واللي هسه الجداد المستلمين اكثرهم ما عندهم خبره. اذا ما في رقبتهم شيء ليش حتى ما يرجعوا حتى على شغلهم على مناصبهم يرجعوا؟ هي البلد بحاجه لكوادر يعني اصلا. أنا برأيي الشخصي يعني أنه خلينا نعطي فرصة شباب جديدة، جيل جديد اليوم. يعني أكيد القديم تعود على الرشوة، تعود على الأخذ، تعود. يعني أنا برأيي الشخصي أنه غلط هذا القرار بصراحة. أنا بتمنى أنه يعطوا فرصة لغيرهم، أنه في عالم لسه أحسن تستاهل أكثر، تستاهل الفرصة. أتمنى إنه الجيش والعساكر اللي انفصلوا سابقا وما عليهم شيء إذا ما تلطخت بالدم يرجعوا يندمجوا بالمجتمع من جديد. واحد انسحب عمله منه، شو بتتراجي منه؟ منين بده يعيش؟ بده يضطر على الفساد. بس واحد عنده وظيفة وعنده شغلة راح يخاف عليها. مواطن سوري له حقوق كاملة مثل ما عليه له حقوق. يرجعوا مدنيين ما في مشكلة، بس إذا رجعوا على الدولة وانخرطوا بالدولة وإيديهم نظاف طبعا مو ملطخة بالدم يرجعوهم، بس ما يسلموهم مناصب ثقيلة.